الأناقة ليست محصورة في مظهرك الخارجي فقط، وإن كانت هذه مهمة، لكن الأناقة الحقيقية هي الأناقة الداخلية، يعني أناقة لسانك، أسلوبك، قلبك، أناقة عقلك واحترامك للآخرين، كل هذه أناقة. لذلك حينما أراد الله وصف نبيه صلى الله عليه وسلم لم يصف نسبه أو ماله أو شكله، لكن قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فقيمة الإنسان الحقيقية هي والله بأخلاقه. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: الدين كله خلق، فمن فاقك في الخلق فاقك في الدين. لأن الناس لا يهمهم والله منصبك ومالك ولغتك، ما يهمهم لون بشرتك وشكلك وقامتك، ما يهمهم شجرة عائلتك الطويلة وبما تملك، أو حتى لباسك، وإن كان هذا مهم كما تقدم، لكن الناس لا شأن لهم بذلك أبدا. اللي يهم الناس ويحرصوا عليه هي أخلاقك وتعاملك وصدقك، يهمهم روحك وأسلوبك وطريقتك في الكلام معهم، وأن تكون أفكارك أكثر تهذيبا من شكلك. اللي يهمهم فعلا أن يروا الإنسانية بداخلك، كيف تعاملك مع الضعفاء والفقراء، كيف تتعامل مع من حاجة بين يديك. الأخلاق أيها الإخوة هي الروح التي والله لا تموت بعد الرحيل. فما أجمل والله أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك. اجعل روح وخلق الإسلام تتجلى بداخلك، حتى يعاملوك الناس بالمثل، لأنك والله بدونها أنت لا شيء. فكن مع الناس جميلا يكون معك والله أجمل. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.